السلام عليكم. سوريا تبنى بسواعد أبنائها. كلياتنا شفنا امبارح على التلفزيون صندوق التنمية السوري والتبرعات اللي خلال 3 ساعات 4 ساعات بلغت حوالي 62 مليون دولار من أجل البنية التحتية، التعليم، الصحة، وإعادة بناء البيوت المهدمة مشان الناس اللي موجودة بالمخيمات. وكان قبلها أربعاء حمص، وكان قبلها أبشري حوران، وجاي إن شاء الله كمان دير العز. فالكل من السوريين الحمد لله رب العالمين المقتدر عم يشارك بالمال لدعم أخوه السوري. هذا هو معنى المواطنة اللي عم ندور عليه. السوري ما إله غير السوري، والسوريين كلهم أخوة وأحباب إن شاء الله. وسوريا رح تبنى بسواعد أبنائها اللي موجودين على الأرض بيشتغلوا بإيديهم، واللي موجودين برا بدعموهم بالمال، واللي ما معه مال عم يدعي، وإن شاء الله التوفيق من الله عز وجل. أموال السوريين تعود لهم الحمد لله رب العالمين. كلياتنا شفنا كمان امبارح سيارات اللامبرجيني وغيره والفراري اللي تقدر سعرها بحوالي 20 مليون دولار راح تباع بالمزاد العلني وتنحط ضمن الصندوق اللي هو صندوق يعتبر حكومي، وراح يتم دعم المجالات اللي حكينا عليها وكل المشاريع إن شاء الله. كل الفرج والخير بإذن الله قادم. سوريا إلى الأفضل بإذن الله. السلام عليكم.